السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، بقالي كام يوم ما عرفتش انزل اي فيديوهات. هعمل النهارده معاكم وصفة حلوة قوي، هتنفع في عزايم رمضان وتنفع في كمان في لما تكوني كده حابة تروقي مزاجي كل اللي في البيت. يعني بجد بجد طريقة الفراخ اللي هنعملها النهارده روعة جدا جدا. يعني بجد لو عندك فرخة بقى اي حجم، كبيرة صغيرة، عايزة تعمليها فرخة مشوية كده، بجد اعملي الطريقة دي هتحبيها قوي. اول حاجة انا جبت بصلتين وقطعتهم كده لاربع تنصاص، وبعد كده فردت الورق بتاع البصل كله لان انا عايزاه كله ينشوي، مش عايزاها تنشوي بس من بره وما تبقاش مستوية او مشوية من جوه، عايزاها كلها تبقى مدخنة. كمان قطعت فلفل، قطعت الطماطم، حطيت كام فص من التوم، حطيت في حدود 6 فصوص من التوم. ولو عندكم التوم حجمه كبير يبقى 4 فصوص، بس انا التوم عندي كان حجمه صغير. حطيت بقى عليهم معلقتين كبار من الزيت كده ودخلتهم الفرن يتشووا، طلعوا زي ما انتوا شايفين بالجمال ده. والله لو تشموا الريحة بجد بجد الريحة قلب الدنيا، وطعم الخضار وريحته روعة جدا جدا. حطيت بقى الخضار ده كله في الكبة علشان انا كنت مستعجلة، لو مش مستعجلة سيبي الخضار لما يهدى ويبرد معاكي، لكن انا كنت مستعجلة ان اشتغل على طول. حطيت بقى شويه من الزيت، حطيت معلقه كبيره من دبس الرمان، حطيت كمان صوص الباربيكيو، لازم هنعمل حاجه بقى مدخنه يبقى صوص الباربيكيو هيديكي تدخينه وطعم حلو قوي. ضفت كمان معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل، حطيت نص معلقه من الجنزبيل البودر، حطيت بقى كيس من مرقه الدجاج ده لو متوفر عندكم، لو مش متوفر حطوا معلقه من السبع بهارات او توابل الفراخ. حطيت في الاخر كمان معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. بجد بجد التتبيله دي روعه روعه. انا حطيت نص بس التتبيله وشلت النص التاني علشان اكمل بيها بقيه الوصفات. ونصيحه مني يا جماعه، اعملوا كميه كبيره وشيلوها كده، فرزوها في اكياس او في علب بلاستيك لما تكوني عايزه تعملي تتبيله فراخ على طول تطلعي منها بجد رهيبه. جبت بقى فرخه انا كنت غسلاها ومقطعاها ل10 قطع ومفتحه كل الفراخ زي ما انتوا شايفين. 10 قطع بقى علشان تستوي بسرعه وكمان تشرب كل حته فيها، تشرب من التتبيله. انا بقيت اغلفها كده من بره لجوه، وتبلتها كمان من تحت الجلد ومن فوق الجلد. لو عندك الفرخة كبيرة والصدر فيها كبير ممكن تقطعي الصدر ل3، يعني بدل ما اخليه على 2 زي ما انا عملته كده والجناحات دي التالتة، لا ممكن اخليه على 3 والجناح الرابع، على اساس انها تشرب من التتبيلة وتستوي بسرعة، وكمان تكفي لو في عزومة ما شاء الله تقدري تفرقي منها. وكمان لو جنبيها بقى صينية جلاش كده او شوية محاشي في رمضان في جنب عزومة هتبقى جميلة جدا. وكمان علشان الخضار ناعم قوي وتشوى معانا، فالتتبيله ناعمه وتحسي ان انت حاطه فيها زبادي، بس هي ما شاء الله عليها من غير زبادي ولا اي حاجه، خلت الفراخ طريه جدا غير طعمها. طبعا الفرخه دي احسن ان احنا نحطها ونسيبها في التتبيله يوم بحاله كام ساعه، يعني على قد ما تقدري تسيبيها سيبيها. بس طبعا لو مستعجله عليها برضو هتديكي نتيجه حلوه قوي، والله هتشرفك قدام اولادك، قدام اصحابك، قدام اي حد هتعزميه عليها، او حتى هتشرفك قدام جوزك. بجد بجد حاجة جميلة جدا جدا. هحط عليها بقى شوية من الزيت وهقفلها وهحطها بقى في الفرن لغاية ما تستوي. هشيل من عليها ورق الألمونيوم ده او اي غطا عندك، وهسيبها بقى تشرب المية بتاعتها كلها، وكمان احمرها تحت الشواية. بما ان هي فرخه واحده فما عنديش فيها غير قنصه وكبده واحده، هسيبهم؟ لا والله هعمل عليهم شويه رز تحفه هيعجبوكم جدا. انا قطعتهم بقى القطع صغيره زي ما انتوا شايفينهم، وهحط عليهم بقى معلقه كبيره من التتبيله. بجد بجد برضو التتبيله دي في القنص والكبده بجد بجد روعه، بتضيع اي زفاره فيها، جربوها. وفي طاسه على النار كده هحط بقى معلقه كبيره من السمنه، وهضيف كمان بصلايه حجمها وسط كده مش كبيره قوي. هخليها لغايه ما تصفر، وفي العين التانية هكون حطيت الطاسه اللي انا هشتغل فيها او الحله، عشان هعمل كوبايتين من الرز مش محتاجه ان انا احط في حله كبيره. هسيب الطاسه تسخن معايا، وبعد كده هحط فيها معلقه من السكر. والبصل هنا بعد ما دبل معايا واستوى حطيت عليهم القنص والاول علشان تاخد تسويه، وبعد كده بنزل عليها بالكبده. طبعا دي واحده بس، يعني قنصة وكبدة فراخ واحدة بس. لو عندك انت كمية في التلاجة او عندك هتعملي كمية اكبر من كده، طبعا الرز هيبقى تحفة. التتبيلة بقى ديت فيها كل حاجة، احنا حاطين فيها الملح والفلفل،
حاطين فيها كل حاجه، مش محتاجه ان انا احط فيها اي توابل. طبعا لو حابين تظبطوا الملح ده مهم جدا. ودايما في تتبيله الفراخ يا حبايبي، دايما لو هتظبطي ملح التتبيله زودي شويه كمان، علشان الفراخ بتاعتك ما تبقاش عادبه من جوه، لان مع الغليان ومع سوى الفراخ بتحسي ان الفراخ معاكي عادبه او التتبيله يعني مش بالحدوقيه اللي انت عملتيها اول مره. وهنا بقى كنت نقلت الطاسه اللي فيها السكر، انا عايزاه يتكرمل معايا. لو مش حابين الخطوه دي ممكن تحمروا بصلايه كمان، وبلاش السكر خالص، علشان لو مش حابين التسكيره اللي بتبقى في الرز هي بتبقى حلوه قوي، بس اللي مش حاببها ما يحطهاش. انا حطيت عليهم بقى كوبايتين من الميه، لان انا عملت كوبايتين من الرز. ضفت عليهم شويه من الفلفل، هحط ملح، هحط بقى شويه من القرفه عشان اعمل شويه رز كده بالقرفه بالكبد والقوانص، حاجه روعه. ضفت كمان شويه من الزيت، بس ما كانتش باينه، مش عارفه ليه ما ظهرتش في الفيديو. حطيت بقى الرز بتاعي بعد ما غسلته. انا طبعا ده رز مصري، حابين تحطوا رز بسمتي حطوا رز بسمتي، بس هو بالمصري بيبقى حلو قوي. الرز البسمتي اصلا سعره كده يعني بقى في العالي قوي، فاحنا خلي شغلنا بالرز المصري احسن على قد ايدينا. هحط بقى الرز بتاعي كده وهقلبه، وهسيبه بقى اول ما ياخد اول غلوه هحط الكبد والقوانص بتاعتي. وزي ما قلت لكم كتر ما تكتروا لو الكبد والقوانص بيبقى طبعا الطعم بيبقى تحفه، بس لو مش موجود هنعمل برضو شويه رز حلوين قوي. هسيبهم بقى واغطيهم وهسيبهم يتشربوا معايا تماما. واول ما الرز اتشرب معايا كده على نار وسط، كنت هديت بقى العين الصغيره وحطيتهم كده علشان يستوي. هجيب بقى هنا عندي الطاسه دي حاطه فيها كوبايه من الميه، هضيف عليهم معلقتين من النشا. هنعمل بقى توميه على قد ايدينا برضو، سهله واقتصاديه كده. هحط بقى النشا وافضل اقلب كده وايديا في التقليب علشان ما تكتلش معايا، وعايزاها مهلبيه، ما تكونش خفيفه قوي وما تكونش كمان تقيله قوي. هفضل اقلب لغايه ما قوامها يتقل، زي شايفين ما شاء الله يعني كل شويه قوامها بيتقل معانا. هقفل عليها بقى اسيبها تغلي شويه، حتى بعد ما استوت كده هسيبها علشان النشا يستوي معايا تماما، يعني مش اول ما تستوي كده اروح قافله عليها، لا هسيبها كمان شويه على نار هاديه علشان تستوي وما احسش بطعم النشا فيها. خلاص بقى كده قفلت عليها وهسيبها لحد ما تبرد علشان اعمل بقى التوميه. وكمان الرز بتاعنا هديله تقليبه بقى من فوق لتحت علشان الرز بقى يختلط بالكبد والقوانص والبصل اللي احنا حاطينه، وياخد من طعم بعضه كله على بعضه كده. والفراخ بتاعتي كانت خلاص هي كمان استوت، وحطيتها بقى تحت الشوايه علشان تاخد لون حلو. جبت هنا بقى المهلبيه اللي عملناها، حطيت فيها شويه من التوم، حطيت في حدود 3-4 فصوص بس صغيرين. لو عندك توم كبير حطي فصين 2 بس، عشان كتر التوم بتبقى تضايقك. فحطيت كمان ملح وحطيت فلفل، حطيت نص كوبايه من الحليب. قللي الاول في الحليب، حاولي ان انت تقللي في الحليب علشان مش كل شويه تزودي في الزيت، نوفر في الزيت. يبقى لما احط الحليب قليل يبقى الزيت هحطه قليل. هفضل اضرب كده، هضرب كده لغايه ما يندمج معايا، وافضل احط في الزيت. طبعا لو حطيتي في شفشق الخلاط هيبقى اسرع كمان من الهاند بلندر. انا حبيت علشان بينزل نصه في الخلاط، فقلت استفاد بيه كله. ومفيش اسرع من كده بقى توميه بتبقى بالحجم ده والقوام ده. طبعا لما بتستنى شويه بتتقل معاكي كمان، يعني مش هتبقى معاكي خفيفه كده. وطبعا لو حابين تحطوا زبادي ومايونيز هتحطوا عادي زبادي، هتحطي علبه من الزبادي وهتحطي كمان معلقه كبيره من المايونيز، هتبقى روعه جدا. خلاص انا غرفت بقى هنا الاكل، غرفت الرز كان استوى خلاص معايا. وشايفين الفراخ ما شاء الله جميله جدا من غير ما احط لها فحم ولا اي حاجه، طعمها روعه، هي مدخنه من الخضار المدخن، بجد بجد حاجه كده جميله جدا. السفره دي يعني انا عملتها زي سفره رمضان كده، بجد حلوه قوي، في العزومات حلوه جدا جدا. الفراخ دي بيكون طعمها حلو قوي. الرز رغم ان الكبد والقوانص يعني حجمهم قليل، بس كان الطعم تحفه. عايزه تحطي مكعب مرق الدجاج حطي. دي بقى بقيه التتبيله انا حطيتها كمان، لان انا كنت هاكل بعيش، حطيت عيش جنب الاكل، فحبيت ان انا اغمس كمان من التتبيله مع الفراخ، حاجه روعه. التوميه طبعا زي شايفين تقلت ازاي، بجد بجد حلوه، الاكله كلها حلوه على بعضها جميله جدا. عملت سلطه خضراء كمان، حطيت بقى بيبسي عشان ادلع الاولاد، حطيت لهم كمان شيبسي. بجد بقول لكم هنا الفراخ حلوه قوي، كل الاكل حلو جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. خلاص كده الفيديو بتاعي خلص، وبوريكم الشيبسي كمان اهوت مش سايبه حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم وتكونوا بتستفادوا مني. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.